السلام عليكم احلى اخوات ليا في الدنيا، ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. النهارده باذن الله هنعمل القرص الطريه الاقتصاديه بطريقه سهله جدا وجميله جدا، والنتيجه باذن الله هتعجبك جدا جدا. هنسمي الله ونبدا. شايفين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. القرص تحفه 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 زي الفطاير والله. شايفين بسم الله ما شاء الله، قلبها هش ومفتح، والقرصة مستوية كويس. طريقة تسوية مظبوطة ان شاء الله ان شاء الله. هنشوف ده كله في الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف المقادير. ان شاء الله هتطلع مظبوطة، واتمنى تعملوا لايك عشان تدعموني. ويا رب يا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم. هنسمي الله ونبدأ. معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، او لو عندك دقيق من الغلة نوعية كويسة اللي هي جميزة 11، الفلاحين يعرفوا الكلام ده. اعملي، انا عامله والله من دقيق الغله، والنتيجه زي ما حضراتكم شايفين. اول خطوه معايا الخميره. انا بحب زي ما انتوا متعودين معايا ان انا بحب اخمر الخميره قبل ما اعجن. تمام، فمعايا الخميره العاديه، او لو معاكي خميره فوريه اعملي نفس الطريقه. في نص كوبايه ميه، نص معلقه سكر، وميه فتره. فدوبتها وركنتها على جنب على ما اكمل بقيه المكونات بتاعه العجين. تمام، طبعا احنا بنعجن بميه. حابه تعجني نص ميه ونص اللبن مفيش مشكله. ميه خالص بس تكون فتره مفيش مشكله. لبن على ميه، زبادي اللبن زبادي، هيطلع النتيجه كلها حلوه جدا. تمام. اللي معانا كمان معلقة من البودر، ومعلقة كمان من الخل. اتني اعجن في العجينة لحد ما القوام بتاعها يبقى مناسب جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اختمرت معانا، او لو انت مش حابه تختمر هقولك برضو دلوقتي هتعملي ايه. اختمرت وبططناها يعني مش فردناها قوي، وحطيناها على فرن متوسط من فوق ومن تحت. شايفين بسم الله ما شاء الله. انت لو مش حابه تخمري طبعا هتعجني وتولعي وتبططي على طول. وتولعي الفرن بتاعك همسه حوالي، يعني حوالي دقيقتين كده وتطفيه. لو السجان بتاعتك وتحطها في الفرن وهي متقطعة، في ثواني هتلاقي خامر معاك. شايفين بسم الله ما شاء الله. يلا دعموني باللايك والشير، واشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله. سلام.